ونريد من عندك رسالة. إلما الرسالة؟ رسالة بين العقيلة زينب من شاعر سني خوش يتكلم عن أبو الفضل العباس عليه السلام، وشاعر شيوعي. القصيدة راد يدقونها بباب العباس وسحبولي كودن شيوعي. نعم. عبد الرحمن إبراهيم يتكلم عن لسان زينب، يقول من زينب الحرة المالقة عون إلى حضرة أخوي المرهب الكون، من بعد التحية وحر الأشواق وسلام من اليتامى اليم يبكون، عفتن بنص مجرد بنشك الناس وذرة من الرحم قط ما يملكون، حكي وسب وحريج ولفحة صياط وسوالف ما أفرزن حش يقولون، يا بت فشل ما تلفظ عيب ويا بت المهم ظلوا يشتمون، تعذرت الحمل ظل يم مطروح وتوسلت الردان الشيل المتون، ردت نفس النبي ابراهيم اللي يصير حلم كان يتحقق من يحلمون، بني اني ارى كان بيد مذبوح ابي سمعا وطاعش ما تريدون. زينب شو تقول ابو فاضل؟ تقص راس الشريعه وردتك تقول فديناهم نهر خاطر يشربون، تعال المر علي ما مر عن لسان وتمنيت المشاهد عدهن لسان، ومن ضكن العطش تدرش تمنيت احس ذل بالنهر يلقونه غرقان. مطلق الزبيري رد على عبد الرحمن بلسان العباس قال وصلتنا الرساله وكون حاضر كون. هذا الشيوعي، هذا السني رد يجاوب الشيوعي على لسان زينب. عبد الرحمن يتكلم بلسان زينب الشيوعي، وهذا السني يجاوب بلسان العباس. مطلق الزبيري تحياته إليه يقول وصلتنا الرسالة وكون حاضر كون، ما عاش اللي يشتم باخته ويذلها، ألا يعلم شمر من ضرب اخته بصوت، لو عايش خيم كم قدر يوصلها، أتمنى الإله يردني لو بس يوم زينب والحسين القاع زلزلها، أقوم لها وحياتك واطوي بيد القاع ويعرفون زين اشتعن اقوم لها، اخلي الشتموك تشوف مشهد موت واخلي عداش تصرخ برس كافله، اسل السيف بيده وبيده قطع الروس، روس تنقطع لا يعد حاصلها، اجندلها الزلم وازرعها موت القاع، قبل كان الامر بس حد اجيب الماي، قبل كانت فقط بس جربة شايلها، هسه الوحد وشايل لدرقة وسيف، ولا حاجز اكل يمنع لطب لها، ولا توجد عطاشة ولا يقول حسين اخي عباس اذهب كون ساقلها، فقط عانى وبرز تبكي فطبع الجيش، اخو زينب برز ياهل يظل لها، اظل لها بظلال وظل ظال وياي، والظل بظلال وظل ظللها، اظل لها بظلال وظل ظال وياي، والظل بظلال وظل ظللها، انا افنيهم بدي جفوف قبض الجيش وارفعهم جثث وتراب وانزلها، اكظ القاع هزها بشفه هزه موت واقلب كربله وفنل يعدلها، ولكن هذا كله بايد رب الكون، اذا شاء الاله وقال رد لها، واذا لا لم يشاء العذر من شكون، اسف يا العقيله وما قدرت له. الله الله الله، تحياتنا لمن كتبوا هذه الابيات.